السلام عليكم. وصفتنا اليوم لبنية حنطة والحمص. لبنية طيبة مفيدة كتير وصحية. نبدأ بالمكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون كاستين حمص منقوعين قبل بيوم، وعندي كاستين حنطة منقوعين قبل ما بلش بالطبخ ب3 ساعات. بسم الله وما شاء الله. الكاسة اللي استعملتها هي الكاسة، كاستين بكاستين. بسم الله الرحمن الرحيم. هون مي سخنة على الغاز رح أضيف فيها الحمص لتنسلق معي الحمص. نفسي كذلك هون عندي طنجرة مي كمان سخنة ضفت عليها الحنطة لتنسلق معنا. بسم الله وما شاء الله. هون نبدأ بطنجرة منضيف 2.5 كيلو من اللبن. ضيف أنا من 1.5 كيلو من اللبن. بسم الله وما شاء الله. رح أضيف ملح حسب الرغبة. تمام، بس رح نضيف ملح. رح أضيف حبتين من البيض. بسم الله وما شاء الله. هون ضفنا للبن مكوناتين الملح والبيض. ببدأ هون بحركهم تقريبا. أنا هون حركتها 5 دقايق كرمال ما تفرط معي اللبن على الغاز. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ضل بحركهم. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله وما شاء الله. طبعا هون ما ضفنا مي ولا ضفنا شيء. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا على التعليق الحلوة، شكرا على اللايكات الحلوة. ربي يسعدكم ويوفقكم جميعا يا رب. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله وما شاء الله. هون خلصت بعد تحريك 5 دقايق. هون عم نسلق الحمص والحنطة مثل ما كون شايفين. طبعا الحنطة والحمص سلقة كاملة بنعطيها، نسلقون سلقة كاملة. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هون راح ابدأ حط الطنجرة على الغاز وابدأ احرك اللبن من دون ما نوقف ابدا. ونضل ما نحرك اللبن لبين ما تنطبخ معنا، كرمال اللبن ما تفرط معنا. طبعا انا كرمال ما تفرط معنا انا بحب اضيف لها حبتين بيض، واذا بدكم فيكم تضيفوا لها معلقتين او 3 طعام من النشا. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. ضل حرك اللبن لبين ما تغلي معنا. اللهم صل على النبي. هون طبخ معي اللبن. رح تضيف لها كاسة من المي، مية الحنطة اللي سلقناها، مي سخنة طبعا بتكون لساتها. ضفت لها كاسة من مية الحنطة اللي سلقتها. قوم نرجع بحركها. بسم الله وما شاء الله. هون عم تطبخ معنا اللبن. هون رح اقيفها مدة 2-3 لينطبخ معي اللبن بس. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هون جهزت معي سلق الحمص والحنطة. رح أبدأ أضيف الحمص اللي سلقناها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ومنضيف الحنطة كمان. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. برجع بحركهم وبريفهم مدة 5 دقايق ل4 دقايق لينطبخوا مع بعض وبطفي الغاز. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. ألف صحة وهنا على قلبكم. بتمنى تجربوا الوصفة طيبة، وبرجعكم بفيديو جديد بوصفة جديد. هي وصفتنا.